والتقويم والقياس وفي نزود الايه؟ الاختبار او الملاحظه. طيب احنا قلنا ده التقييم والايه؟ والتقويم. قلنا التقييم ان انت بتقيم الشيء، يعني تصدر عليه حكم. جاي لك طالب تساله سؤال 2 3 قبل ما نبتدي خالص الحصه، وبعد ما سالته الطالب بيجاوب معاك بنسبه 50%. تبتدي انت خلاص بتقيم الطالب ده ان هو نسبه الايه؟ المعلومات الموجوده اللي عنده السابقه 50%. تبتدي تشرح معاه الدرس. لقيت مستوى الطلبه قبل ما تشرح لقيت المستوى بتاعهم 20% عن المعلومه اللي انت هتشرحها لسه في الدرس. فتبتدي تبذل مجهود بحيث تقدر توصل لهم الايه؟ ال 80%. لكن التقويم زي ما الاستاذه هنا قالت كده في طريقتنا، التقويم بيبقى شامل، اعم واشمل من الايه؟ من التقييم، وبيبقى قبل وبعد واثناء زي ما احنا هناخد في الايه؟ في المحاضره ان شاء الله. انما القياس ايه بقى القياس والاثنين التانيين دول؟ الفرق ما بينهم قياس وتقييم وتقويم. قياس ايوه، يبقى لازم يكون عندنا ايه؟ وحده قياس معايا كده، ونقيس بحاجه. يعني احنا عايزين نقيس مثلا الكتله، هنضطر نقيس بالميزان، هنستعمل الميزان ونقول في الاخر ايه؟ كام كيلو جرام. عايزين نقيس مثلا المساحه بتاع الفصل اللي احنا قاعدين فيه، هنضطر نستخدم المتر. في الاخر وحده القياس تبقى ايه؟ متر في متر يبقى متر ايه؟ مربع، وهكذا. يبقى القياس بنحتاج بنقيس ارقام، يبقى رقم في النهايه يبقى ايه؟ نعم؟